السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بقى مع بعض يا جماعة هنعمل الناجتس، بس هنضاعف الكمية بمكون موجود طبعا في كل بيت. ان شاء الله يعجبكم جدا. هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونقول المقادير. اول حاجة كده بنجيب الكبة بننزل فيها بعد ما نزلت كده بقى بالفراخ. هفرمها كويس جدا، انا عايزاها ناعمة. طبعا الفراخ بنغسلها وبننقعها وبننشفها وبنقطعها، بعدين هنفرمها فرم ناعم اهو بالشكل ده. اهو زي ما انتم شايفين كده فرمناها خلاص. والمكون هو يا جماعة البطاطس المهروسة. انا هنا عملت بطاطسيتين سلقتهم وهرستهم، وهنزل بيهم كده على الفراخ. اهم حاجة انا مش عايزة فيها مية. والبهارات بقى انا معايا بهارات بقى، معايا بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، شوية من المرقة الفورية، وكمان معايا رشة كده صغيرة من البيكنج باودر عشان تديني هشاشة جوه ما تبقاش الحاجة مكتومة. ومعايا نص كوباية من الفيجيتار. وهضرب كل الخليط ده مع بعضه كده. انا عايزة اقول لكم ان البطاطس يا جماعة بتاخد نفس طعم الفراخ ونفس طعم التوابل، هي مش بتنقص ابدا من طعمها، بالعكس. انتوا هتزودوا الكمية وهتبقى يعني الطعم نفسه حلو جدا، لان البطاطس هتكتسب كل الاطعمة اللي موجودة ديت وهتدينا كمية كبيرة. بعد ما فرمتها كويس جدا فضيتها بقى كده في بولة، وجبت معلقة من الزيت، وجبت صينية حطيت عليها كيس من التلاجة. هحط بس نقطة صغيرة كده في ايدي، وهبدأ اني اشكل. اللي عايز يشكل على ايده بيقدر يشكل، اللي مش عايز حاجة اسهل يعني ممكن نفرد الفراخ كده على كيسين، بين كيسين تلاجة، وكمان اقطع بقطاعة. فيعني كل واحد حسب ما بيحب، يعني دي حاجة ترجع لكم انتوا. التشكيل طبعا ده حاجة بترجع لكم يعني. اهو بالشكل ده انا بشكل بقى. عايزة اقول لكم ان هي ما شاء الله ادتني كمية كبيرة جدا، وكان طعمها حلو جدا جدا، عجب ولادي. ان شاء الله هيعجبكم يعني. اهو هنشكل بقى كده كام واحدة كده مع بعض. اللي بيعمل مربع مدور متول كده زي اللي هو بني الشركات ده، يعني كل واحد وذوقه بقى. ان شاء الله وصفة جميلة وهتعجبكم جدا. نصلي كده على النبي بقى عليه الصلاة والسلام واحنا بنشتغل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله كده ربنا يبارك لنا في حاجتنا كده لما نسمي ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. آه بركة يعني في الحاجة اللي بنعملها. أنا بقى خلصت كل الكمية اللي معايا، شكلتها بأشكال مختلفة. تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه طبعا في الموضوع ده. شايفين ما شاء الله ادتني كمية قد ايه اهو. كمان انا ما كنتش مكترة بطاطس، بنقدر نزود البطاطس شوية. حطيت هنا بقى، جبت هنا شوية من الكورن فليكس المطحون، وبقسماط، وشوية من الفيجيتار. وجبت كوباية من اللبن، بنقدر نستبدلها بمية حسب ما تحبوا. وجبت بيضاية، هرش عليها بس رشة كده من الفلفل الأسود وأخلطهم كويس. هنزل بس بيهم كده في بولة تكون واسعة علشان أقدر أعمل براحتي يعني. أنا كده بقى هخلط الحاجة دي كلها مع بعضها. طبعا اللي بيحب الكورن فليكس يعني خشن عن كده ما بيطحنوش قوي. هنزل بقى بالحاجة في اللبن والبيض، ومن اللبن والبيض للخلطة اللي هي الجافة اهو بإيدي الناشفة. أنا بحط علشان معجنش الخليط اللي أنا عاملاه اهو بالشكل ده. خلصت كل بقى الكمية كده. أنا اديتهم مش واحد، يعني حطيتهم مرة واحدة. بتقدروا تكتفوا بكده وتشيلوهم في الفريزر وتستخدموهم وقت ما تحبوا، ولكن انا هديهم كمان، يعني هحطهم كمان مرة علشان انا بحب، انا وولادي نحب الطبقة تكون مقرمشة كده وزيادة سنة.
فهنزل بيهم تاني في اللبن والبيض، وبعدين في الخلطة الجافة اللي هو الكورن فليكس والحاجات ديت، وهديهم طبقة كمان. بتقدروا تكتفوا بالطبقة الأولانية لو انتوا مش بتحبوا الطبقة تكون زيادة يعني، ولكن هي كده بتكون أحسن بكتير. اهو انا خلصت كل الكمية يا جماعة، ما شاء الله ادتني كمية حلوة جدا. انا بس اتبقى مني رشة كده من البقسماط حطيتها على الوش، لاني مش هعمله كله طبعا النهاردة لان كمية كبيرة، فعلشان لما اجي اخرجها من الفريزر تكون حلوة. شايفين السمك كمان بتاعها ما شاء الله كتير كبير يعني. اهو جبت بقى شوية كده من الزيت اسخنهم، وهبدأ اني انزل بالناجتس. انا هعمل درجة الحرارة يا جماعة، انا عايزة الزيت سخن، وبعدين ههدي النار درجة حرارة متوسطة لحد ما ياخدوا اللون اللي انا عايزاه. اهو بالشكل ده. بنقدر بقى بقية الناجتس يا جماعة بين اكياس كده، وبنحطه بقى في الفريزر لحد لما نحتاج ونخرج منه اللي احنا عايزينه. شايفين اللون بتاعه ذهبي ازاي وجميل؟ ان شاء الله يعجبكم جدا، وكمان مقرمش خالص. اهو بالشكل ده. هحط كمان بقى حبة كده واعملهم معاكم. ودول الحبة اللي انا عملتهم معاكم. اهو شكلهم جميل جدا، بتمنى ان شاء الله يعجبكم، مقرمش وجميل. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.